بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعه بعد يعني قعدوا يلحوا عليها عشان اعمل لهم عدس. انا اول مره اعمل عدس بصراحه يعني، بس هي التكه الوحيده اللي احنا طبعا اكيد كله بيعمل عدس، مش محتاج يعني ان انا اوريكم بنعمل العدس ازاي. بس هي التكه اللي انا بعملها ان احنا بنحط شويه كرفس مع العدس، فبصراحه بيدوله طعم جميل جدا. المكونات دي شويه جزر وحبه طماطم وكرفس والعدس، وهنبدا مع بعض. ده كله مع بعض اهو، نسيبه بقى يسلق كويس، وبعد كده هنفرمه كله في الخلاط. ان شاء الله تبقى احلى طبق شرب. خلاص. دلوقتي يا حبايبي طبعا كده هنشوف بدأ يغلي اهو. هنشوف لو استوى هنطفي عليه، بس تقريبا كده الجزر لسه ما استواش. ده الحاجة الوحيدة اللي هتتأخر يعني. شوف هنا كده على جنب. خلاص يعني طبعا دقيقتين بس كده وهنطفي عليه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده وبعد كده كل حاجة ما اتأكدنا ان هي سلقت كويس، هنبدأ بقى نعمله على البلندر. طبعا كده الكرفس معانا استوى. الحاجة الوحيدة اللي بتدي طعم لشوربة العدس هي ربطة الكرفس ده أساسا يعني. كده بص اهي، بس كل ده لما نهرسه بالهاند بلندر ده هيبقى مية مية إن شاء الله. ماشي، نبدأ مع بعض كده ايه، هنضرب كل الكلام ده ببعضه. نرجو يا جماعة إن احنا نشترك بالقناة ونصلي على النبي كده. طبعا كده خلصنا اهو، كله اتهرس كويس. بس يا جماعة بالله عليكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لنا اللايك عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. طبعا يا جماعة في ناس بتحب تشرب شوربة العدس كده من غير شعرية، وفي ناس بتحب تضيف عليها العدس. احنا بالنسبة لنا هنا يعني في حد بياكله كده وفي حد بشعرية. فاحنا دلوقتي هنعمل كيس شعرية برضو على الكمية اللي احنا عاملينها دي. تمام. اللي حابب ياكله كده ماشي، حابب يضيف له شعرية مفيش مشكلة. كده بدأت تحمر معانا اهي اللون الذهبي ده. تمام. اهم حاجة ندوس عليها في التحمير شوية عشان خاطر لونها يحمر جامد كده، عشان بتبيض لما بتنزل في الشوربة. يا تكات ويا تكات. تمام. بسم الله. هتاخد كده معانا غلوة واحدة بس كده وهنقفل عشان متتقلش اكتر من اللزوم. هو كده خد الغلوة اللي احنا قلنا عليها، وهنبتدي بقى ايه نغرف ان شاء الله، وهوريكم بعد ما نغرف. وكده ان شاء الله بعد ما خلصنا ده كده الشوربة. وزي ما قلت لكم السر في الطعم بصراحة موضوع الكرفس ده طعم بيخلي طعم الشوربة جميل جدا. جربوه ان شاء الله هتحبوا طعمه كده بالطريقة دي ان شاء الله. متنساش يا حبايبنا تساعدونا باللايك والشير، عشان نوصل لكم كل جديد ان شاء الله، وتشتركوا في القناة. يلا سلام عليكم، مع السلامة.